من غير تدعيمات ولا تجديدات ولا دفع مستحقات. خسارة يستحقها الفشلة اللي في مجلس الإدارة. عد بنا أيها التاريخ لنستعيد ذلك الكبرياء. عد بنا أيها التاريخ فنحن الزمالك فرسانك يا أفريقيا. قبل أي كلام في ماتش النهاردة، الخسارة النهاردة يشيلها مين؟ كلمة واحدة، يشيلها حسين لبيب ومجلسه الفاشل العار، وطبعا أولهم وأهمهم البيه أحمد سليمان. لا في تجديدات ولا تدعيمات ولا دفع مستحقات. النهاردة الونش غايب عشان الإصابة، المسلوس النهاردة بيتصف الماتش، والراجل مفيش مدافع جنبه على الدكة. دي مسؤولية مين؟ عدم تجديد عبد الله ودونجا وعمر جابر والمسلوسي وزيزو. مسؤولية مين؟ عدم دفع المستحقات من أيام السوبر الأفريقي. مسؤولية مين؟ عدم الحفاظ والتجديد على المدير الفني اللي كان موجود. مسؤولية مين؟ كل القرف اللي احنا فيه ده مسؤولية مين؟ النهاردة الزمالك قدام فرقة واقفة في ال18، مفيش أي حلول والفرقة عاجزة. كل ده بسبب مين؟ ناس هتقول لي مدير فني، هتقول لي تخاذل لعيبة، كل ده جاي له بعد كده، لكن الأساس والأصل عند مين؟ مين السبب في شكل الفرقة دي؟ مين اللي خلى فرقة كبيرة المفروض زي الزمالك معتمدة على لاعب عنده 40 سنة والمفروض بيخلص خلاص كورة، ولما ما يبقاش موجود الفرقة خلاص مفيش فيها لا عقل ولا فكر وتتشل؟ مين المسؤول عن ده؟ خلاص بقينا سكواد عاجز لدرجة انه لو غاب عنده لعيب عنده 40 سنة ما نعرفش نلعب كورة. الزمالك من غير عبد الله السعيد ما بيجيش. ده غير طبعا تلبسنا في صفقات ما كانش حد شايفها غيرهم هم. قول لي فين متيابة وياسر حمد ومهاب ياسر وحتى عاطف وعم كونراد؟ طبعا كل ده مين السبب فيه؟ عدم وجود مهاجم النهارده والتجديد لعاجز زي الجزيري. مين السبب فيه؟ عدم التجديد لنجم فرقتك. مين السبب فيه؟ عدم وجود جناح محترم يوحد ربنا. مين السبب فيه؟ عدم وجود نص ملعب ذكر ياخد الكوره ويحمي نص ملعبنا. سببه مين؟ النهارده في كرة الجون ابقى ارجع لها وشوفها قدامك اهي. شايف دونجا بيخش ازاي؟ داخل ويقف ومالوش دعوه بالكوره. دي مسؤوليه مين؟ بقول لكم النهارده الراجل مدافع يتصاب ومدافع تاني يتصاب في الماتش، مفيش مدافع تالت ينزله. لعب بالباك الشمال مدافع وطبعا قلبت بكارثه، وده طبيعي وهو ده عقاب ربنا. محدش بيعاند المنطق ابدا، ومش هتفضل ماشيه كده ابدا. النهارده لتالت مره الزمالك لو كان يكسب يتصدر، ولكن ما بنقدرش نكسب، مش عشان اللعيبه متخاذله ولا عشان المدير الفني مش كويس، كل دول عليهم جزء ولكن هنجيله بعدين. لكن الاساس انك ما عندكش فرقه اصلا ينفع تتصدر. الاهلي مكمل بالحكام اللي عمالين يساعدوه، وبيراميدز مكمل لان عنده سكواد قوي. انت بقى تكمل ليه؟ لا حكام بتساعدك وبتطلع ميتين اهلك كل ماتش، ولا انت عندك سكواد يسندك. النهارده مين اللاعب اللي نزل فرق من على الدكه؟ هو بنتاي اللي هو اصلا باك شمال. الراجل بينزل وبيلعبه جناح. كل اللي احنا فيه ده السبب مين؟ يناير خلاص فاضل فيه اقل من اسبوع ومفيش اي تدعيمات ولا تجديدات ولا حتى صرف مستحقات زي ما قلت. كل دي مسؤوليه مين؟ كل اللي احنا فيه ده والقرف اللي احنا فيه ده مسؤوليه مجلس الاداره، ومجلس الاداره لوحده. ومش همسك في حد غير مجلس الاداره، ومش هتكلم على حد غير مجلس الاداره، لان كل الوعود اللي قالوها ما تحققش منها اي حاجه. وللاسف احنا بايدينا شاركنا اللي شويه الفشله دول هم اللي يجوا ويبقوا ماسكين النادي. وعلى فكره انا بقولها من بدايه الدوري، النادي لو ما تمش تدعيمه هيخرج من المنافسه، هيخرج والموضوع هيبقى مساله وقت. النهارده هي دي بدايه الخروج من المنافسه، وبفتكروا كلامي. نيجي بقى لجروس، إدارة فنية وبداية بالتشكيل وكل حاجة زي الزفت النهاردة. أولا كده بنتايج ما يقعدش لحد، لا فتوح ولا الغير، والكلام ده أنا قلته المرة اللي فاتت. بنتايج ما يقعدش لحد، خصوصا للعيل المتني اللي اسمه فتوح ده. تاني حاجة الجزيرة يا جماعة ما يلعبش على ناصر منسي ولا حسام أشرف، بس بالذات ناصر منسي. والله العظيم الجزيري ما يلعب على ناصر منسي، ومش عشان الإدارة جددت له ولبستنا فيه إن هو يلعب، والله العظيم ما ينفع يلعب. ناصر معاك وهو هداف الدوري وجايب 5 تجوان. هو الراجل عشان غلبان وما بيتكلمش؟ ايه المبرر انه يقعد اصلا لمهاجم عاجز زي ده؟ ده غير طبعا تغيير تشيكا اللي كانت زي الخرا.
انا ما بلومش عليك مين يرجع يلعب جنب حسام عبد المجيد، كده كده انت ما عندكش حد. ترجع بقى فتوح، تدخل عمر جابر، تلعب بقى حد مش فارقه، انت كده كده ما عندكش حد على الدكه. لكن ليه شيكابالا؟ ايه اللي ضافه شيكابالا؟ ايه اللي بلياقته وبمستواه ده هيضيفه شيكابالا؟ وكونراد مفيش اي اقتناع بيه، لا عند الراجل ولا عندنا. اللي مقتنع بيه بس السنترال احمد سليمان، عشان هو اللي جايبه من السعوديه. شوف برضو احنا بنتكلم عن المدير الفني، كل حاجه بتلف وبترجع برضو للاداره. جروس النهارده زي الزفت، اداره وتغييرات وتشكيل، كل حاجه خرا. نيجي بقى للبهوات اللي كانوا بيلعبوا النهارده، واولهم عواد. يعني هي الكره اللي جات لك حتى وان كانت انفراد واب بتصدها لي كده، مش هان عليك حتى تترمي؟ اعمل اي حاجه حتى لو كان جاي عليك انفراد. اما انت حارس كبير وبتلعب فريق كبير ازاي؟ مش عشان المواقف اللي زي دي هو انت هتقعد ترفع لي ايديك وتقول انا ماليش دعوه؟ ولا دونجا اللي الحمد لله الواحد قاري انه هجاص ومن بدري، النهارده برضه في كرة الجون وارجع وشوفها هتلاقيه لا عارف يرجع ولا قادر يضغط ولا حتى قادر يرفع رجله من على الارض، وساب جوناثان يعمل ال1-2 ويمشي لوحده عادي. هو ده نص ملعبنا؟ عشان كده صوتنا اتنبح وبنقول عايزين نص ملعب ذكر سعران يعرف يحمي نص ملعبنا. لكن هو ده نص ملعبنا، وربنا اراد انها تتبروز برضه في كرة الجون النهارده. وفتوح ده انا فاقد فيه الامل خلاص، زي ما قلت مش هقعد اتكلم عنه كتير، يا ريت يترمي على الدكه ولا يغور في اي داهيه، يروح اي اعاره في اي نادي. وحتى محمد شحات كان زي الزفت النهارده، وشلبي اللي كله طلع بيه السما عشان 3-4 ماتشات ونسيوا القرف اللي بيقدمه بقاله 3 سنين. ايه رايكم في شلبي النهارده؟ مهما كان المدير الفني ذكي وبيطور اللعيبه، الامكانيات هتحكم والعقليه هتحكم والمنطق يا اغبياء هينتصر في الاخر برضه. والجزيري المهاجم ابو دولارات اللي جددوا له، اللي الراجل المصري النهارده نزل وكان احسن منه، هو ده اللي بيدفع له دولار، وهو ده المفروض مهاجم نادي الزمالك، وجددوا له هو. نسيوا بقى زيزو ولا دونجا ولا عمر جابر ولا عبد الله، كل دول مش مهم، المهم الجزيري وهو قاعد في قرابيزنا 2 سنين كمان. وزيزو النهارده كان بيجري كان بيحاول، لكن بدون اي فايده. وطول ما انت ما فتش الفريق يبقى المجهود ده كله على الفاضي وما يلزمنيش. وحتى مستوى زيزو اللي تراجع النهارده برضه بسبب مجلس الاداره، ما كنا خلاص والمفروض واصلين لاتفاق، والواد ابتدى يرجع لمستواه. صعب عليكم وطلعتوا كلابكم الناس الوسخه بتاعتكم والجانكو عشان يهاجموه. تبادي مستواه النهارده وما لقيتش حد يشيلك. كل حاجه بتلف وترجع برضه لمجلس الاداره بقياده الفاشل اللي اسمه حسين لبيب. ورغم كل اللي احنا فيه ده الوقت لسه ما فاتش يا شويه فشله. اتحركوا واشتغلوا لمصلحه النادي. عندكم لعيبه جددوا لها، في لعيبه محتاجينها لازم تجيبوها. محتاجين مهاجم، محتاجين جناح قوي يوحد ربنا نعرف نعتمد عليه، محتاجين نجدد نجوم الفرقه عندنا واولهم زيزو، محتاجين ندفع مستحقات اللعيبه عشان يعرفوا يركزوا في الكوره. لسه الوقت ما فاتش. اتحركوا يا شويه فشله، اعتبروهم زي صفقات النسوان اللي عمالين تبعتروا فيها يمين وشمال، ولا الاعضاء اللي عمالين تراضوهم. الزمالك هو فريق الكوره، والله العظيم لو خليتوا النادي كله في حته تانية في كل حاجه وفريق الكوره وحش برضه هنقول نفس اللي بنقوله. الزمالك نادي كوره وما يتصرفش غير على الكوره وما تهتموش غير بالكوره، وكل الفلوس تروح للكوره، واللي لازم تقف على رجليها هي الكوره لاخر مره. اتحركوا، الموسم بيضيع، الموسم فيه الاهلي عمال بيقع واللي سندال حكام، وبيراميدز مش في احسن حاجه. موسم زي ده محتاجين فيه مش بس حتى نكسب الدوري، نرجع دوري ابطال والكونفدراليه بالمستوى ده مش هنحافظ عليها. مستنين ايه لغايه لما تحصل كارثه؟ بس ان شاء الله باذن الله الكارثه يوم ما تحصل هتكون انتوا ماشيين معاها.